فين الحكمة لما العام سام وأصحابه ينجحوا في إن هم ينسون الآخرة؟ فين الحكمة من كده؟ مش لكده ممكن يكون من الحكمة عشان أقول لك قال الله جل في علاه: إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. والآية دي ذكرها الله سبحانه وتعالى بعد ما ذكر توجيهات مهمة للمؤمنين وينبههم إن عاقبتهم هتكون الجنة لو التزموا بالتوجيهات دي. وفي المقابل الله سبحانه وتعالى كان ممكن يذكر عاقبة الكافرين زي كتير من الآيات مباشرة، ولكن الله سبحانه وتعالى ذكر جملة في الوسط هنا: والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام، عشان ينبهك إن حال الكافرين ده في الدنيا هو اللي أداهم إلى عاقبتهم دي في الآخرة. فأنت أيها المؤمن مش كده، أنت ليك توجيهات مهمة لو التزمت بيها هتكون عاقبتك الجنة. أما الكافر فما التزمش بيها عشان هو كان حاله إيه؟ يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام. وأنا قابلت موقف غريب جدا، كان عندي ميتنج مهم مرة مع شخص مش عربي، فلقيته بيقول لي brother I gonna eat food. فاستغربت جدا لأن أنا ماليش دعوة بالتفاصيل دي، ثم الاعتذار ما بيكونش كده. ولكن سبحان الله افتكرت الآية دي، يعني مش عارف ليه في الموقف ده، ولكن ممكن تفهم ليه أنا افتكرتها. وسبحان الله يعني، فهل أنت تحب تلتزم بتوجيهات ربنا عشان تكون عاقبتك الجنة، ولا تحب تكون بالحال ده: والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم؟